بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال يا رب. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء، اللهم امين. يعني يا ريت كلنا في الايام المفترجة ديت ان شاء الله كده نحاول على قد ما نقدر نكثف جهودنا ان احنا ندعي كده ان ربنا يعدينا من الازمة دي على خير يا رب. الاسعار كل مدى عمالة تغلى وكل مدى الدنيا بتضيق اكتر، فربنا يعني يا يا رب جماعة يعديها بجد على خير جربوه وإن شاء الله مش هتندموا، يعفو هيعجبكم عنا يا قوي رب قوي. كده وبصوا اسمعوا صوت ويرزقنا الأنوشة. بالرزق الحلال الطيب ويبارك لنا فيه، اللهم امين. النهارده بقى جايبه لكم وصفه حلوه قوي. تنفع فطار، تنفع عشاء، تنفع اي نقنقه كده حلوه ولذيذه. بصوا التسوية. بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نقلل التكلفه. يعني دلوقتي البقسماط ده بنجيبه من بره ب50 جنيه الكيلو، فلا هنعمله في البيت وان شاء الله يعجبكم وحلو قوي، وبمكونات بسيطة برضو من البيت زي ما اتعودتوا معايا. وهنعمله بأشكال مختلفة بقى، وهنشوف التسوية الصح وكل التكات بقى معايا ان شاء الله كده. هنسمي الله وهسمعكم. هقول لكم قصد سوري الطريقة دلوقتي. معانا ايه؟ معانا نيدو لبن بودرة، ممكن نستغنى عنه عادي جدا. ومعانا الأساسي في الوصفة لبن حليب، يعني ممكن نحط اللبن البودر وممكن نستغنى عنه. هنحط معانا دي مقادير كيلو دقيق، يعني أنا هعمل كيلو دقيق. اللي عايز يجرب مثلا نجرب الأول في نص كيلو، تمام معاكي حلو قوي. هنحط كوباية لبن حليب ومعاها كوباية سكر، برضو ممكن نستغنى عن السكر خالص وممكن نقلله حسب الرغبة. يعني البقسماط اللي أنا عملته ده يا جماعة مسكر، مش هنحتاج إن احنا ناكل حاجة جنبه، حاجة مثلا مسكرة قوي يعني. في بيتباع في الأفران، احنا عارفينه كده اسمه حرف الأس، ده بيبقى مسكر، بقسماط مسكر. فلو عايزين تعملوه مسكر تمام، عايزين تستغنوا عن السكر عادي خالص. يبقى كوباية لبن حليب وكوباية زيت وكوباية سكر، وممكن نستغنى عنها زي ما قلت، وممكن نجرب في نص الكمية عشان نشوف الأول المقادير هتظبط معانا. وإن شاء الله تظبط بإذن الله. ايه اللي حابب يعمل الوصفة كلها زي ما أنا عملت الكيلو دقيق تمام، عايزة تجربي في نص، هنقسم المقادير بالنص. هنضربهم في الخلاط. عفوا، هنضربهم في الخلاط لحد لما الخليط بتاعي يبقى كريمي كده زي ما شفتوا. وبعدين هنزود عليه اللبن البودر، وزي ما قلت لكم برضو نقدر نستغنى عنه عادي خالص. بس يعني على قد ما نقدر ان احنا ايه بنزود القيمة الغذائية بتاعت الحاجة لأولادنا، على يعني على قد المتاح او في حدود المعقول. مش هنكتر قوي، يعني مش هنزود قوي المكونات عشان ما تبقاش برضو مكلفة قوي، وفي نفس الوقت عايزينها ايه تبقى مغذية لأولادنا ان شاء الله كده ايه على خير. فهنقلب بقى كل المكونات بتاعتي دي مع بعض. هنضربهم كده بالمضرب كده ضربة خفيفة، وبعدين هنزود الدقيق. انا هحط بقى كمان باكو كامل بيكنج باودر. وعندي بقى معلقة شمر ومعلقة ينسون، ضربتهم في المطحنة طحنتهم حلو قوي كويس، وبعدين كمان نخلتهم بالمصفى عشان انا عايزاهم يبقوا باودر ناعم خالص، ما يبقاش ايه يعمل حبوب يعني في قلب العجين. وفي نفس الوقت بيدوا ريحة حلوة قوي للبقسماط، زي ريحة البقسماط بتاعة الأفران بالظبط، ويمكن كمان أحلى شوية. عشان أنا بحب حاطة الاتنين، يعني في الأفران بيحطوا شمر بس أو ينسون، طبعا عارفين احنا في بقسماط باليانسون وفي بالسمسم اللي هو بيتحط له الشمر، فأنا حطيت الاتنين، فكان عامل ريحة حلوة قوي قوي قوي. وضروري ان احنا ننخله عشان ما يبقاش فيه اي حبيبات، عشان ما تبقاش فيه حاجة ايه تقرمش تحت ضرسنا يعني، او ونبقى طبعا الحاجات دي بتبقى جايبينها من عطار موثوق فيه، وكمان بنقيها وبنغسلها ونسيبها تتحمص تنشف يعني اقصد، او نحمصها في الفرن وبعدين نطحنها. بس هازوّد بقى الدقيق بتاعي واحدة بواحدة، شوية، شوية كده، مش هاحط كل الكمية مرّة واحدة، لحد لمّا أوصل للقوام هاقول لكم دلوقتي لمّا نوصل له كده إن شاء الله. طبعًا كلنا عارفين إن أنواع الدقيق بتختلف، أنا جايبة دقيق سايب عادي خالص جدًا، اللي هو بتاع جميع الاستخدامات، مش عايزة دقيق حلويات مخصوص، أو دقيق مخصوص لفطير مثلًا الكلام ده لأ، أنا أي نوع دقيق، الأرخص نوع دقيق هنستعمله عادي جدًا ما فيهوش أي حاجة. وهابدأ أنزل بيه واحدة واحدة وهاعجن بإيدي، أنا مش هاعجن، أنا يا بس
هخلي السوائل بتاعتي تشرب كل كمية الدقيق، والدقيق يدوب في قلب العجين. مش عايزاه يبقى فيه مطة، يبقى فيه عرق يعني في العجين بتاعي، لأن ده طبعًا بقسماط، هو مش فطير، مش عايزة حاجة تبقى فيها مطة، لأ، أنا هاعمل بقسماط فهيقطم معايا وأنا باكله، عشان يدّيني القطمة الحلوة دي والقرمشة ديّة. مش هاعجنه خالص، أنا يا دوب بس باخلط كده المكونات بإيدي واحدة، واحدة، لحد أمّا أوصل للقوام اللي أنا عايزاه. نحاول طبعًا وإحنا بنعمل أي عجين إحنا اتعودنا إن إحنا بنسمّي الله بنذكر الله كده دايمًا، عشان ربنا دايمًا يبارك لنا في أي حاجة بنعملها، أي حاجة في حياتنا بنعملها، وخاصةً المعجنات بتبقى دايمًا كل ما بتذكري الله وأنتِ بتعمليها ربنا بيبارك فيها كده وبتطلع مضبوطة وحلوة أوي إن شاء الله. فهنفضل نقلِّب كده واحدة، واحدة. طبعًا هنا كانت إيديّا اتملِت من العجين نَفْسه، فبقت بتلزق في إيدي أكتر. هي عجينة أي نعم العجينة بتاعتي هتفضل بتلزق، مش هتبقى عجينة متماسكة خالص يعني، مش هازوِّد الدقيق فيها أوي لدرجة إن هي تمسك، بس هتبقى لسه بتلزق بس خفيف، مش لدرجة إن هي تفضل إيه، في إيديّا كل العجينة كده. وطبعًا دلوقتي على قد ما بنقدر بنستعمل الزيت أكتر من السمن، لإن طبعًا أسعار السمن دلوقتي كلنا عارفين وصلت لقد إيه، فبنحاول نخلّي السمن بس للأكلات يعني للطبخ، وبنخلّي الزيت بقى نعمل بيه الوصفات بتاعتنا كده. هاحاول بقى إيه أخلّص بقى كده أشيل العجين اللي لزق في إيديّا ده أهو، بُصّوا العجينة بدأت تلِم أهي، فهاغسل إيدي بقى كويس كده وأبدأ إيه ألِمّها. أهو بُص بقى وصلت لإيه، هي لسه بتلزق برضه، يعني بتشبط في إيديّا شوية كده، بس أقدر أشكِّلها بسهولة، مش بتلزق لدرجة إن أنا ما أعرفش إيه أشكِّلها يعني. بس هنلِم بقى الحاجات البهدلة اللي حصلت ديّة، ونسيبها ترتاح شوية العجينة عقبال ما لمينا الدنيا كده، وهنبدأ بقى نشكِّلها. هنشكِّلها إيه، أنا عندي شوية سمسم كده باقيين عندي، فهاعمل فيهم إيه، هاحطهم كده وبعدين أنا هاغلِّف بيهم العجين من برّه. ممكن نستغنى عن السمسم، يعني نعمله من غير، في ناس ما بتحبش السمسم أو عندها مثلًا حساسية أو حاجة، فمش ممكن نستغنى عنه، ممكن نحط حبة البركة، ممكن نحط ينسون، ممكن نحط أي حاجة من برّه من على الوش، أو ممكن ما نحطش خالص. وهنبدأ بقى ناخد بقى إيه حتة من العجين كده ونشكِّلها. هنشكِّلها بقى زي الأشكال اللي إحنا عايزينها بقى، عايزين نعملها حرف S، عايزين نعملها زي الكعك كده بتاع زمان كده مدوّر، عايزين نعملها صوابع كده زي البقسماط العادي، زي ما إحنا عايزين، الأشكال اللي تعجبنا واللي تريّحنا واللي بيحبها إيه أولادنا بقى. يعني ممكن ندخّلهم كده يلعبوا معانا شوية في المطبخ ويعملوا معانا، يشكِّلوا معانا الأشكال اللي تعجبهم. ومش فارقة خالص بقى إن إحنا نعمل إيه الأحجام كلّها قد بعض أو الصوابع كلّها قد بعض، لأ ممكن نعملها صوابع صغيّرة، ممكن نعملها زي ما قُلنا كده دواير، أي أشكال. بس المهم إن إحنا نحاول إن الصينية اللي نعملها تبقى كلّها نفس الشكل، أو يعني نفس السُمك بتاع البقسماطاية نفسها، عشان بس في التسوية ما نلاقيش فيه شوية استووا أو اتلسعوا مننا والباقيين لسه نيين، عشان الحجم هيبقى مختلف. لأ نحاول نخلّي السمك تقريبًا قد بعض، لكن الأحجام مش مشكلة. وهنغلفها كده بالسمسم أهي زي ما أنا باعمل كده، وهنحطها في الصينية. هنراعي إن إحنا حاطين بيكنج باودر، الصوابع بتاعتي هتنفش شوية، يعني حجمها هيزيد، فنحاول إن إحنا نعمل فرق ما بين البقسماطاية والتانية، عشان ما نلاقيهمش نفشوا فلزقوا في بعض، ونفضل إيه نحاول إن إحنا نبعدهم عن بعض فيتكسر مننا. أهو كده بالشكل ده، نسيب فراغات كده شوية ما بين الواحدة والتانية عشان ما يلزقوش في بعض بس. وهنخلّص كل الكمية بتاعتنا، طبعًا أنا مولعة الفرن بتاعي على نار عالية، بس هاوطّي النار، هاهدّي النار قبل ما أحط البقسماط في الفرن، هاهدّي النار وأحطه على الشبكة في النُص، أو هاهدّي النار خالص، هو هيستوي إن شاء الله لوحده من غير ما أحتاج إن أنا كمان أولّع الشواية. لقيت القاعدة بتاعتي استوت وحلو خلاص تمام، تسويتها تمام، والوش لسه عايز يتحمّر شوية، هاولّع الشواية وبرضه هاهدّي النار خالص مش هاعلّيها، عشان أضمن إن التسوية مضبوطة من تحت من جوّه كمان.
وإن شاء الله يعجبكم وينول رضاكم. وكوباية شاي، كوباية شاي بلبن بقى في الجو الساقعة ده، وبألف هنا وشفا على قلوبكم يا رب. إن شاء الله تجربوه، ما تبخلوش عليا بدعوة حلوة وكومنت جميل منكم كده زيكم، وتشجعوني إني أكمل إن شاء الله بقية الفيديوهات على خير، وأقدم لكم أحلى الوصفات وأوفر الوصفات. وإن شاء الله مكملين مع بعض، واستنوني في الفيديو الجاي جامد جدا. السلام عليكم ورحمة الله.